عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنحل اسئلة كتاب الاضواء من صفحة 41 الى صفحة 47. قولوا معايا قبل ما نبدأ: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يلا بينا بقى نبدأ، منضيعش وقت اكتر من كده. السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. أول سؤال عندي: يعد نقط أحد أسباب تكيف الكائنات الحية على مر الزمان. يعني إيه تكيف؟ إحنا عارفين إنه التكيف هو عبارة عن صفة أو سمة أو خاصية من الخصائص اللي بتساعد الإنسان أو بتساعد الكائن الحي عامة على إنه يبقى على قيد الحياة أو يعرف يتكيف مع البيئة، يعرف يعيش فيها ويتكاثر. طيب إذا هنا إيه هي من أحد الأسباب بقى؟ هل المعادن؟ لأ. هل التلوث البيئي؟ لا. هل تجريف التربة؟ برضو لا. مين اللي قلنا ان هو احد اسباب تكيف الكائنات الحية؟ المناخ، لانه المناخ دوت عبارة عن درجة الحرارة المرتفعة او المنخفضة او المعتدلة اللي لازم الكائنات الحية تتكيف معاها على مر الزمان. تاني سؤال: الجهاز نقط مسؤول عن هضم الطعام. مش محتاج ان انا اكمل من الاسم على طول، يبقى الجهاز الهضمي. التنفسي لا، العصبي لا، والدوري لا. تالت حاجة: المعدة جزء من الجهاز الهضمي يقوم بإيه؟ مضغ الطعام. مضغ الطعام ديت الأسنان في الفم. امتصاص العناصر الغذائية. هي المعدة بتمتص العناصر الغذائية ولا بتنقل الطعام من الفم إلى المريء؟ لا طبعا، اللي بينقل الطعام من الفم إلى المريء ده اللي هو البلعوم. تفتيت الطعام وخلطه بالعصارة الهضمية، طبعا ديت هنا صح. اللي بتعمل امتصاص العناصر الغذائية ديت مين؟ الأمعاء الدقيقة. اللي بتعمل تفتيت الطعام ديت اللي هي المعدة. رابع حاجة: الجهاز الذي يمد جسم الإنسان بالأكسجين ويخلصه من ثاني أكسيد الكربون. معنى كده ان هو ايه؟ في غازات أكسجين وثاني أكسيد الكربون، يبقى ده على طول التنفسي. الهضمي لا، العصبي لا، وبرضو الدوري لا. خامس سؤال: تحصل البرمائيات على الأكسجين الزائب في الماء عن طريق ايه؟ البرمائيات هنا احنا قلنا ان هي بتتنفس عن طريق حاجتين: يا اما الرئتين يا اما الجلد. يا اما الرئتين يا اما الجلد. يبقى الخياشيم ديت لا في الاسماك، والمعده ديت في الكائنات الحيه زي الانسان. طيب الرئتين ديت قلنا لما بتكون على اليابس. يعني ايه على اليابس؟ يعني عايشه على سطح الارض فبتتنفس زي الانسان. فهنا بيقول لي في الماء بقى، يبقى في الماء ديت على طول ايه؟ في الماء ديت على طول يبقى عن طريق الجلد، لانه احنا قلنا انه الجلد بيمتص الماء اللي فيه الاكسجين الزائب علشان يعرف انه يتنفس. يبقى الرئتين هنا هتبقى غلط، والاجابه هتبقى الجلد. سادس سؤال: البلعوم عضو في الجهاز مين؟ البلعوم دوت عضو في الجهاز. احنا قلنا ان البلعوم دوت سؤال مهم، هو العضو الوحيد المشترك ما بين جهازين: الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. الدوري لا. يبقى هنا الإجابة هتبقى ألف وب معا. سابع سؤال: توجد الخياشيم على جانبي ايه؟ جانبي رأس السمكة. ديت احنا عارفينها. الذيل لا، الجذع لا، والبطن لا. تامن سؤال: تحافظ سحالي الصحراء على برودة جسمها في الطقس المشمس الحار عن طريق ايه؟ عن طريق اللهس، عن طريق الأذان الطويلة. الأذان الطويلة ديت في ثعلب الفنك. الهجرة ديت طيور. الاختباء في الظل ولا اللهس؟ احنا قلنا هنا انه السحالي الصحراء دي متحافظ على برودة الجسم بتاعها في انها بتختبئ في الظل، لان هي بتبقى عايشة في الصحراء، والصحراء ديت بيبقى مكان ما فيهوش اي ظل، فهي بتحاول ان هي تختبئ علشان ايه؟ عشان تحافظ على البرودة بتاعة الجسم بتاعها. اللهس دوت زي مين؟ زي الكلاب. تفرز أشجار نقط سما لمنع الحيوانات من الاقتراب من أوراقها. مين هنا اللي بتفرز السم؟ قال الكابوك لا، المنجروف لا، الصنوبر لا، الصمت هي اللي بتفرز السم دوت، وبتحاول ان هي تنشر رائحة كريهة علشان تحاول ان هي تبلغ الأشجار اللي حواليها انه في خطر او في حيوانات بتاكل فيها. 10 سؤال: يمتلك نبات التين الشوكي نقط لمنع الحيوانات من أكله. هل بيبقى فيه جذور ولا ساق ناعمة ولا أشواك حادة ولا أوراق صغيرة؟ هتقولي أشواك حادة طبعا. نبات التين الشوكي احنا عارفينه وبناكلوه في الصيف علشان بيبقى فيه أشواك كتير عشان يمنع الحيوانات من مين؟ من أكله. يبقى الجذور لأ، الساق الناعمة لأ، أوراق الصغيرة لأ. 11 سؤال: الحيوانات التي تعيش في بيئة حارة أذنها نقط لتساعدها على التخلص من حرارة جسمها الزائد. احنا قلنا انه اللي بيعيش في بيئة حارة دوت زي مين؟ زي ثعلب الفنج. الأذن بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى طويلة. ليه بتبقى طويلة؟ علشان تخلصوا من حرارة الجسم الزائدة وتحافظ على برودة الجسم. السؤال رقم 12: تشمل عمليات التكيف التغيرات التي ايه؟ تقلل فرص البقاء على قيد الحياة؟ أكيد لأ.
تقلل العمر الافتراضي للأفراد؟ برضو لا. تقلل عملية التكاثر؟ برضو لا. هي بتحسن بقاء الأنواع. ليه؟ لأنه عملية التكيف ديت هي اللي بتخليك تبقى على قيد الحياة، هي اللي بتخليك تتكاثر، هي اللي بتديك العمر الافتراضي أطول، وبالتالي هي مش بتقلل. كلمة تقلل دي كلها غلط، هي بتزيد. إذا الصح هنا الوحيدة هي تحسن بقاء الأنواع. 13 من الصفات التي تساعد الحيوان على التخفي ايه هو؟ شكل الأسنان؟ لا. شكل الأذن؟ برضو لا. كثافة الفراء؟ برضو لا. لون الفراء هو اللي بيساعد على التخفي، يعني لو لون الفراء أبيض ومثلا البيئة لونها أبيض يقدر ان هو يتخفى لونه بني، والبيئة اللي عايش فيها لونها بني يقدر برضو ان هو يتخفى. رقم 14 الحيوان الذي يعتمد على اللهث للحفاظ على برودة جسمه. حرباء النمر؟ لا. الثعلب القطبي؟ لا. سحلية الصحراء؟ لا. ثعلب الفنك هي الإجابة الصحيحة، لأن هو بيلهث زي الكلاب علشان يحافظ على برودة الجسم، لأنه ثعلب الفنك بيعيش في الصحراء، والصحراء ديت زي ما احنا عارفين بيئة حرارتها مرتفعة. رقم 15 أي مما يلي يساعد الزواحف على التخفي بين الصخور؟ اللي بيساعدها ان هي تتخفى يبقى اكيد حاجة ملونة في الفراء بتاعها، يبقى الفراء الابيض لا، الفراء البني لا، الارجل القصيرة لا، الحراشيف الملونة اللي موجودة في الزواحف هي دي اللي بتساعدها على التخفي. صفحة 42 رقم 16 من التكيفات السلوكية في الكائنات الحية. السلوكية يعني ايه؟ سلوك الحيوان، حاجة الحيوان هو اللي بيعملها، يبقى مش تركيب فيه. يبقى الأذن دي تركيب، العيون دي تركيب، التباين اللوني ولا العيش في الجحور؟ طبعا هنا العيش في الجحور، لأن التباين اللوني دوت بيحصل فين؟ في الجلد، والجلد دوت تركيب من تراكيب جسم الحيوان، يبقى هنا العيش في الجحور هو دوت سلوك حيوان معين. 17 تساعد الأوراق نقط في النبات على امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس. الأوراق ايه؟ الصغيرة ولا المثلثة ولا الإبرية؟ العريضة هي اللي بتمتص قدر كبير من ضوء الشمس. 18 أي مما يلي يعتبر من الأنشطة البشرية التي تسبب تغيرا في البيئة؟ أنشطة بشرية يبقى حاجة الإنسان هو اللي بيعملها. فيضانات لا، ده حاجة طبيعية. أمطار شديدة حاجة طبيعية. البراكين حاجة طبيعية. تجريف التربة هي اللي الإنسان بيعملها علشان يعمل ايه؟ عشان يا إما يبني يا إما يزرع، يبقى يا إما لغرض الزراعة أو لغرض البناء، يبقى حاجة بيستفاد منها. 19 تساعد الفراء نقط الحيوانات على التخفي بين الأشجار. طب هي الأشجار لونها ايه؟ الأشجار لونها بني أو لونها داكن بمعنى أصح، وديت بتبقى باينة في الدب البني أو الدب مين؟ الأسود. طيب يبقى هنا البيضاء لا، الخفيفة لا، الكثيفة ولا الداكنة؟ طبعا هنا هنختار الداكنة. رقم 20 أقدام طيور البطريق تبقى دافئة بسبب ايه؟ قال لي بسبب الدهون ولا بسبب الريش ولا بسبب البروتين ولا الأوعية الدموية؟ طبعا هنا بسبب الأوعية الدموية. الدهون لا، لأن الدهون ديت موجودة في جسم البطريق مش في الأقدام. الريش نفس النظام، الأقدام لا فيها دهون ولا فيها ريش، والبروتين ده طبعا مستبعد خالص، يبقى هنا الأوعية الدموية. 21 الجذور الوتدية لأشجار السمت تعد مثالا لتكيف ايه؟ التركيبي، لأن الجذور الوتدية ديت تعتبر من تركيب النبات. سلوكي لا، فسيولوجي لا، وظيفي لا. طبعا فسيولوجي ووظيفي دوت احنا مقلناهمش خالص في المنهج، فهي يا اما تركيبي يا اما سلوكي، بس طالما هي تركيب في جسم النبات او الحيوان يبقى ديت على طول تركيب. 22 النسر من الطيور الجارحة آكلة اللحوم. منقار قوي وحاد يساعد هذا التكيف التركيبي على ايه؟ ايجاد المأوى، تمزيق الفريسة ولا الرؤية ولا الهروب؟ طبعا هنا طالما احنا قلنا ان هو آكل لحوم معنى كده ان هو بيساعده على تمزيق الفريسة. الرؤية لا، الهروب لا، وايجاد المأوى لا، لان هو تكيف تركيبي. التكيفات التي ساعدت الحيوانات آكلة اللحوم على أكل الطعام ايه؟ طبقة الدهون، جلد سميك، ولا ضروس مسطحة ولا أنياب حادة؟ طبعا أنياب حادة زي الأسد زي النمر وهكذا. رقم 24 نبات يعيش في بيئة بها الكثير من العواصف ينبغي أن يمتلك ايه؟ أزهارا جميلا لا، أوراقا كبيرة لا، أشواكا حادة لا، جذورا قوية. ليه؟ اللي أقصد بيه هنا النبات دوت هو النخل. النخل موجود في الصحراء وبيبقى فيه رياح قوية في الصحراء لأنها طبعا بتبقى فاضية، فلازم النخل دوت اللي موجود في الصحراء لازم يثبت نفسه في الأرض كويس أو في التربة كويس بالجذور القوية. 25 أي من الوظائف الآتية لا تعد من وظائف الجهاز الهضمي؟ التخلص من بقايا الطعام، طبعا الجهاز الهضمي بيعمل كده. امتصاص العناصر الغذائية، برضو نفس النظام. ضخ الدم، ملء الدم بالجهاز الهضمي. خلط الطعام بالعصارة، طبعا الكلام ده صح، يبقى هنا الإجابة الغلط هو ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم.
خلي بالك ان هو قالك هنا لا تعد، يعني الخطر. 26 ماذا يحدث للكائنات الحية التي لا تستطيع التكيف مع الظروف البيئية؟ يزداد عددها، يبقى عددها ثابتا، يمكنها الاستمرار في البيئة، ولا تنقرض؟ هتنقرض. يعني ايه تنقرض؟ يعني تختفي، هتقل، تختفي او تقل، ده معناه الانقراض. يبقى هنا لو هي ما قدرتش ان هي تتكيف مع البيئة اللي عايشة فيها هتقل، لانها هتموت او هتنقرض او تختفي. عضو يخلط الطعام باللعاب ويحركه لتطحنه الأسنان، ده مين؟ طبعا ده اللي هو اللسان. احنا قلنا ان اللسان بيخلط الطعام باللعاب وبيحركه لعند الزور كده علشان ايه؟ يتم بلعه. يبقى هنا اللسان. امعاء الدق ملهاش دعوه، المعده ملهاش دعوه، الامعاء الغليظه كل دوت داخل جسم الانسان، وانا بتكلم هنا عن لعاب وبتكلم هنا عن اسنان. يقوم نقط بتحريك الطعام الى المعده، مين هنا اللي بيحرك الطعام الى المعده؟ طبعا هنا المريء، لان الامعاء الدقيقه ديت بعد المعده والكبد دوت والقولون، مش معانا في الجهاز الهضمي. يبقى المريء هو اللي بيحرك او بينقل الطعام من البلعوم الى مين؟ الى المعده. 29 كل مما يلي من مكونات الجهاز الهضمي في الانسان ما عدا مين؟ المعده تمام، المريء تمام، الفم تمام، الانف لا. الانف ديت من الاعضاء او المكونات اللي موجوده في الجهاز التنفسي. يبقى هنا ما عدا مين؟ ما عدا الأنف. يعني ايه الغلط؟ السؤال رقم 30 كل مما يلي يحدث في عملية الزفير ما عدا ايه؟ يعني ايه هنا الغلط؟ الزفير ديت بيحصل فيها انبساط الحجاب الحاجز، يبقى هنا الحجاب الحاجز بينبسط، يبقى الكلام ده صح. تحرك الحجاب الحاجز لأسفل؟ لا، مش لأسفل، لأعلى. طبعا ايه لما تيجي تخرج الغاز ثاني اكسيد الكربون، ايه اللي بيحصل؟ القفص الصدري بتاعك بيضيق، وديت صح، وحجاب الحاجز بتطلع لأعلى، وخروج طبعا ثاني اكسيد الكربون، الكلام ده صح. يبقى الاجابه الغلط هي رقم ج. يبقى بيحصل انبساط للحجاب الحاجز وضيق للقفص الصدري وخروج ثاني اكسيد الكربون. لكن حجاب الحاجز يتحرك لاسفل؟ لا، ديت غلط، بيتحرك لاعلى. السؤال الثاني اكمل العبارات الاتيه باستخدام الكلمات التي بين القوسين. اول سؤال اوراق اشجار الصند صغيره وحولها اشواك كبيره وعريضه. لا طبعا صغيرة وحواليها أشواك، ليه؟ علشان تحمي نفسها من الكائنات اللي هي عايزة تاكلها أو تاكل الأوراق بتاعتها، لكن كبيرة وعريضة ديت لا. تعمل الجذور في شجرة الكابوك على تدعيمها واستقرارها في التربة الرملية ولا الطينية الرطبة؟ طيب هي شجرة الكابوك ديت كانت موجودة فين؟ هتقولي كانت موجودة في غابات الأمازون المطيرة. حلو. يعني ايه بقى المطيرة؟ احنا قلنا المطيرة ديت يعني في مية، صح؟ طالما هي بتمطر كتير يبقى اكيد التربة متوفر فيها ايه؟ ماء. يعني ايه متوفر فيها ماء؟ يعني رطبة. يبقى على طول التربة الطينية الرطبة، الرملية لا. يبقى الرطبة معناها انه في مية، ومعنى انه في مية معنى انه البيئة او المكان اللي هي موجودة في شجرة الكابوك دوت في مطر كتير، عشان كده المية او الرطوبة متوفرة في التربة. تالت سؤال وجود الدهون تحت جلد الحيوان لتدفئته يعتبر تكيف ايه؟ تركيبي، لان احنا قلنا اي حاجة من تركيب الحيوان او موجودة في جسم الحيوان يبقى ديت على طول تكيف ايه؟ تركيبي. يمتلك نبات الصبار اشواكا تحميه من ان تأكله حيوانات الصحراء، ذلك يعتبر تكيفا ايه؟ تركيبيا برضه، لانه الاشواك ديت تعتبر تركيب في مين؟ في النبات، مش سلوك، مش حاجة بيعملها النبات. اي من التكيفات الاتية يساعد الحيوان على التخفي في الثلج؟ طبعا الجلد السميك لا. لون الفراء، لون الفراء لو لونه ابيض يقدر انه الحيوان دوت ان هو ايه؟ يتخفى ما بين التلج، لانه التلج برضو لونه ابيض زي الدب القطبي كده. الدب القطبي يقدر ان هو يتخفى ما بين التلج علشان هو لونه ابيض والتلج لونه ابيض. تتنفس الاسماك غاز نقط المذاب في الماء. طبعا غاز مين؟ الاكسجين. على طول ان هي بتتنفسه ديت يعني بيدخل جسمها وبيكون مذاب في الميه بدل الاكسجين مش ثاني اكسيد الكربون. اشجار نقط لديها جذور طويله وقويه لمقاومه امواج المياه. امواج على طول يبقى دي المنجروف. المنجروف احنا قلنا ان هي موجوده في منطقه فيها ميه، علشان كده لازم جذورها تكون طويله وقويه علشان ايه؟ تقاوم امواج المياه القويه. النخل طبعا لا، النخل موجود في الصحراء. اثناء الزفير يخرج من الرئه غاز ايه؟ في الزفير اللي بيخرج ثاني اكسيد الكربون بيخرج من الجسم، مش الاكسجين. الاكسجين يبقى الاكسجين بيدخل، انما ثاني اكسيد الكربون بيخرج.
يرتفع الحجاب الحاجز لأعلى في أثناء عملية مين؟ طبعا الزفير، وديت احنا لسه قايلين الحجاب الحاجز بيطلع لأعلى وبتنبسط عضلة الحجاب الحاجز وطبعا ايه وبيضيق القفص الصدري ويخرج ثاني أكسيد الكربون. من الأسباب المدمرة للرئتين وتسبب العديد من الأمراض. طبعا ديت على طول مين؟ التلوث، لأنه التلوث إذا كان تلوث طبعا الماء أو الهواء فديت طبعا من الأسباب المدمرة للرئتين، خصوصا طبعا مين؟ تلوث الهواء. تلوث الهواء الناتج من العوادم بتاعت السيارات أو عوادم المصانع. تناول الحيوانات أنواعا مختلفة من الغذاء تعتبر من صور التكيف ايه؟ طبعا التكيف السلوكي. ليه؟ لأن دي حاجة بتعملها الحيوانات بتاكل، يبقى ديت فعل بيعمله الحيوان مش تركيب فيه. السؤال رقم 12، تساعد الفراء البنية الحيوانات نقط على التخفي. الحيوانات ايه؟ طبعا الحيوانات الصحراوية. ليه الحيوانات الصحراوية؟ لأن الحيوانات الصحراوية دي زي ثعلب الفنك. ثعلب الفنك بيبقى لون الفراء بتاعه بني، وعلشان الصحراء الرملة بتاعت الصحراء الرمل بتاعها بيبقى لونه اصفر او ميال ساعات للبني، فيقدر ان هو يختفي او يتخفى ما بين الرمال ديت. الحيوانات اللي بتختفي بين الاشجار تمتلك فراء بالوان ايه؟ طبعا الاشجار على طول لونها بني او داكن او ميال الاسود، يعني غامق، يعني داكن يعني غامق. اذا هنا على طول مين؟ لازم تكون حيوانات تمتلك فراء داكن مش ابيض، لانها لو ابيض ديت يبقى اكيد بتعيش في التلج. السؤال رقم 3 التالت اهو، اللي هو بيقول لي تخير من عمود ب ما يناسب العمود أ، يعني وصل. هنوصل. طيب هنوصل العمود أ بالعمود ب. الأكسجين هو غاز ينتج من عملية التنفس، ولا عملية ينقبض فيها الحجاب الحاجز ويتحرك لأسفل، ولا غاز ضروري لعملية التنفس؟ طبعا غاز ضروري لعملية التنفس. طب الشهيق دوت هو عملية ينقبض فيها الحجاب الحاجز ويتحرك لمين؟ ويتحرك لأسفل، يبقى هنا رقم 2. طيب رقم 3 ثاني أكسيد الكربون ده غاز ينتج فين؟ ينتج من عملية التنفس، يبقى هنا رقم 3. يبقى احنا كده خلصنا السؤال دوت. تعالوا بقى ندخل على السؤال التاني برضو اللي هو فصل. الطاقة هي اللي بتوجد بالفم وتقوم بترتيب الطعام ليصبح لينا؟ لا طبعا. تمتص السوائل من الطعام الغير مهضوم؟ لا طبعا. أنبوب يحتوي على عضلات تحرك الطعام إلى المعدة، ولا بتساعد الجسم على أداء وظائفه الداخلية؟ طبعا الطاقة هي اللي بتساعد الجسم على أداء الوظائف الداخلية زي الهضم، زي التنفس، زي الحركة. كل ديت وظائف داخلية بتحصل داخل الجسم. الطاقة أو ال ATP اللي بيحصل عليها الإنسان أو الكائن الحي من الطعام أو من الغذاء هي دي اللي بتساعده ان هو يقوم بالوظائف بتاعته، يبقى هنا طبعا دي هتبقى رقم 1. اللعاب هو اللي بيقوم بالفم ويقوم بترتيب مين؟ بترتيب الطعام ليصبح لينا، يبقى دي رقم 2. المريء هو الانبوب الطويل اللي بيحتوي على العضلات تحرك الطعام الى المعدة، واحنا قلنا ان المريء دوت ايه؟ فيه حركة دودية للطعام، يبقى ديت رقم كام؟ رقم 3. الأمعاء الغليظة هي اللي بتمتص السوائل من الطعام مين؟ الغير مهضوم، إذا ديت هنا رقم 4. لأنه نهاية عملية الهضم بينتهي عند مين؟ عند الأمعاء الدقيقة، والطعام الغير مهضوم ده بيروح لفين؟ الأمعاء الغليظة، وبعد كده لفتحة الشرج أو الإست. السؤال الرابع، ضع علامة صح أو علامة غلط أمام العبارات الآتية في صفحة 44. السؤال الأول، يغطي جسم الدب القطبي حراشيف ملونة. طب ازاي الدب القطبي فيه حراشيف ملونة؟ الدب القطبي دوت اللي فيه فراء أبيض، صح؟ يبقى دي طبعا غلط. تبدأ عملية هضم الطعام في الفم، طبعا الكلام ده صح. تقوم المعدة بخلط الطعام مع العصارة الهضمية وتحويله إلى سائل أو شبه سائل، الكلام ده صح. الجهاز التنفسي هو الجهاز المسؤول عن دخول الهواء إلى الجسم، برضو ده صح. تتراكم الثلوج على شجرة الصنوبر وتتسبب في كسر فروعها، طبعا الكلام دوت غلط، لان احنا قلنا ان شجرة الصنوبر دي شبه المثلث اللي بتتحط في اعياد الكريسماس، ولما التلج بيتراكم عليها بينزلق من عليها بسهولة، علشان كده الفروع بتاعتها ايه؟ ما بتتكسرش، لكن انا بيقولك بتسبب في كسرها، طبعا الكلام دوت غلط. تعيش جميع انواع سمك القرش في المياه العذبة؟ كل الانواع؟ لا طبعا. احنا قلنا انه مفيش غير نوع واحد بس اللي هو قرش الثور، هو دوت اللي بيعيش في المياه العذبة، انما باقي القروش بتعيش في المياه المالحة. تمتلك حرباء النمر اسنانا ومخالب للدفاع النفسي عند الخطر، الكلام ده برضو صح.
تنشر أشجار نبات الصمت روائح جميلة في الغابة؟ لا، روائح كريهة. ليه؟ علشان تحمي نفسها وعشان تبعت رسائل للأشجار الأخرى وتحذرهم. يغطي جسم البطريق بريش كثيف وطبقة سميكة من الدهون تجعله يحتفظ بحرارة جسمه. الكلام ده برضو صح. احنا قلنا ان الجسم كله مغطى بالريش عشان يحافظ على حرارة الجسم، وطبقة سميكة من الدهون برضو علشان يحافظ، ما عدا مين؟ ما عدا الأقدام بتاعته، لا فيها دهون ولا فيها ريش. الثعلب القطبي له آذان وسيقان قصيرة لتساعده على الدفء. الكلام دوت برضو صح، لأنه الثعلب القطبي عايش في الجليد، فمحتاج أذن وسيقان قصيرة علشان يحافظ على الدفء بتاع مين؟ بتاع جسمه، لأنه عايش في التلج. الفراء الكثيفة التي تمتلكها بعض الحيوانات لحمايتها من البرد تعتبر تكيفا سلوكيا. هو قالك بتمتلك ايه؟ فراء، والفراء دوت ايه؟ تركيب، يبقى دوت تكيف تركيبي، يبقى الكلام دوت هنا غلط. السؤال رقم 12، حفر الحيوانات للخنادق نوع من انواع التكيف التركيبي. الكلام دوت طبعا غلط، لان احنا قلنا ده حاجة الحيوانات بتعملها، الحفر مش تركيب في جسمهم، اذا ده تكيف سلوكي. طيب، هجرة بعض الطيور شكل من اشكال التكيف السلوكي. الكلام دوت صح، لان هي حاجة برضو بتعملها مين؟ الحيوانات او الطيور، اللي هي الهجرة، مش تركيب فيها، يبقى التكيف السلوكي دوت صح. رقم 14، تقف طيور البطريق في شكل مجموعات لحماية أنفسها من البرودة، وهذا يعتبر مثالا على التكيف التركيبي. التكيف التركيبي دوت يعني تركيب، وهنا هي بتقف يعني بتعمل حاجة، يبقى دوت غلط، لأن ده تكيف سلوكي، لأن هنا مفيش أي حاجة من تركيب الجسم بتاع البطريق. 15، تختزن شجرة الصمت الماء في أوراقها لمواجهة أشهر الجفاف الطويلة. الكلام دوت صح. ليه؟ لانه احنا قلنا انه شجرة الصمت ديت موجودة في مين؟ في جنوب افريقيا، يعني في مكان بيبقى جاف، علشان كده الاوراق بتاعتها لازم تختزن الماء فيها علشان تعرف ان هي ايه؟ تتكيف مع البيئة اللي هي عايشة فيها وتحافظ على مين؟ على حياتها. 16، التكيف سبب من اسباب بقاء الكائنات الحية. طبعا صح، لان احنا قلنا انه التكيف ده عبارة عن صفة او سمة او خاصية بتحافظ على ايه؟ بتحافظ على الحيوان، او بتجعل الحيوان يبقى على قيد ايه؟ الحياة، يبقى هي بتخليه ايه؟ يبقى حي. اذن الثعلب القطبي اطول من اذن ثعلب الفنك. الكلام دوت غلط. شوفي الصورة في الفيديو اللي احنا شرحنا فيه الثعلب الفنك والثعلب القطبي، هتلاقي انه ثعلب الفنك الاذن بتاعته اطول من ثعلب القطبي. ليه؟ علشان يحافظ على برودة الجسم بتاعته، لان ثعلب الفنك بيعيش في الصحراء. يتحول الطعام من صورته المعقدة إلى صورة بسيطة في أثناء عملية الهضم. طبعا الكلام ده صح. عند الجري وبذل مجهود يقل عدد مرات التنفس. لا طبعا، انت مثلا تعالى جرب كده، اجري لمدة نص ساعة أو لمدة ساعة، هتلاقي نفسك عمال تنهج، عمال تتنفس بسرعة. يبقى انت هنا طالما انت جريت أو بذلت أي مجهود، عدد مرات التنفس بتزداد مش بتقل. تعاني أشجار الكابوك من مشكلة نقص الماء في بيئتها. الكلام دوت غلط. ليه؟ لأن احنا لسه قايلين فوق إن أشجار الكابوك موجودة في غابات الأمازون المطيرة، وطالما هي غابات أمازون المطيرة يعني بتمطر كل شوية، يعني في مية متوافرة، يبقى النقص هنا غلط. السؤال رقم 21، يعيش الدب القطبي في الغابات بينما يعيش الدب البني في المناطق القطبية. طب انت عاكس هنا ليه؟ الدب القطبي دوت هو اللي بيعيش في المناطق القطبية اللي هي الجليدية، اللي هي درجة الحرارة فيها منخفضة، انما الدب البني ده اللي بيعيش في مين؟ في الغابات اللي هي فيها اشجار بنية او سوداء او داكنة شبهه بالظبط، عشان يعرف ان هو يتخفى فيها. 22، تتنفس الاسماك بواسطة الخياشيم. الكلام دوت صح، وان الخياشيم دي موجودة فين؟ على جانبي الرأس، على جانبي مين؟ الرأس بتاعت السمك. طيب، أرجل البط العريضة تعتبر نوعا من التكيف السلوكي. طب ازاي يعني؟ مش احنا قلنا هنا أرجل ديت يعني تركيب، والتركيب دوت من التكيف ايه؟ التركيبي مش السلوكي. خصائص الجهاز الهضمي تكيف تركيبي، بينما إفراز الروائح في الأشجار تكيف سلوكي. يعني ايه خصائص الجهاز الهضمي؟ خصائص الجهاز الهضمي يعني صفات، يعني المعدة زي المريء، كل دي تكيفات تركيبية. بينما إفراز الروائح في الأشجار تكيف سلوكي. الكلام دوت صح، لأن هنا مش تركيب في جسم الأشجار، يعني مش جذور ولا أوراق ولا ساق ولا أشواك ولا الكلام دوت، يبقى هي هنا بتفرز روائح علشان ايه؟ تعرف ان هي تتكيف، يبقى إذن ده سلوك فيها مش تركيب فيها، إذن هي تكيف سلوكي. السؤال الخامس هنا، أكمل العبارات الآتية. أول سؤال، يوجد نوعين للتكيف هما ايه وايه؟ طبعا هتقولي هنا اللي هو التركيبي
تاني واحد اللي هو مين؟ اللي هو السلوكي. طيب السؤال التاني، تحتاج النباتات الى نقط ممتدة في اعماق التربة. طالما قال لي التربة على طول يبقى ديت على طول مين؟ الجذور. يبقى الجذور هي اللي بتمتد في اعماق التربة للبقاء في البيئة النادرة للمياه. 3، تنمو نقط في اشجار الكابوك لاعلى حتى تصل الى جذوع الشجرة. احنا عارفين ايه هي الجذع بتاع الشجرة؟ اللي هو الساق. طيب دلوقتي انا عندي الشجرة اهي، ديت الاوراق بتاعتها، ودوت هنا اللي بتلون ده الجذع اللي هو الساق، وتحت هنا اهي التربة اهي، واللي تحت دوت اللي هي الجذور. الجذور ديت بقى هي اللي متوصلة بمين؟ هي اللي متوصلة بالساق اهي، متوصلة بالساق، فهي لازم تنمو لأعلى علشان ايه؟ تبقى متوصلة او تصل لجذوع الشجرة. يبقى احنا هنا وصلنا الإجابة الأخيرة اللي هي الجذور الداعمة. يبقى هنا برضو هتبقى الإجابة الجذور. 4، عضو يساعد في دفع الطعام إلى المعدة، ده مين؟ المريء. سهلة دي. تعتبر نقط العضو الأساسي في الجهاز التنفسي. ايه هو العضو الأساسي في الجهاز التنفسي؟ الرئتين، صح؟ يبقى الرئتين هي العضو الأساسي في الجهاز التنفسي. التباين اللوني يساعد كرش الثورة على ايه؟ قال لي بيساعدوا على التخفي واصطياد فرائسه. يبقى التباين اللوني دوت ان هو يبقى عنده البطن بتاعته بيضاء والظهر بتاعه داكن، ده بيساعده ان هو يتخفى ويصطاد مين؟ ويصطاد الفرائس. الحيوانات اللي بتمتلك طبقة دهنية سميكة تحت الجلد هي حيوانات تعيش في بيئة جليدية او قطبية او باردة. كل دوت ايه؟ اجابة صح. بعض الفراشات لونها مثل لون الشجرة اللي تعيش عليها تسمى هذه الظاهرة بايه؟ بالتخفي. لانه التخفي هو انه الحيوان يبقى لون جلده او لون الفراء بتاعه شبه البيئة اللي هو عايش فيها. تمتلك الارانب ارجلا خلفية طويلة وقوية تساعدها على القفز بسرعة والهروب عندما تحاط بالخطر، وهو ما يسمى بالتكيف التركيبي. لانه ديت طبعا هنا ايه؟ لانه ديت طبعا هنا ارجل، والارجل ديت تركيب في جسم مين؟ الحيوان اللي هو الارنب. السؤال السادس هنا، صنف التكيفات التالية إلى تكيفات تركيبية وتكيفات سلوكية. سهلة دي بقى، أي حاجة موجودة في تركيب النبات أو الحيوان أو الإنسان يبقى دي تكيفات تركيبية. إنما السلوكية ديت يعني إيه؟ يعني حاجة بيعملها الحيوان أو الكائن الحي عامة، سلوك بيعمله أو بيتبعه. طيب أول سؤال، الجذور الوتدية الطويلة في بعض النباتات للبحث عن الماء. جذور وتدية، طب احنا هنا مش الجذور ديت تعتبر تركيب في النباتات، يبقى ديت على طول ايه؟ تركيبي. عشان بس نعلمه هنخلي التركيبي رقم 1 وهنخلي السلوكي رقم 2. يبقى الجذور الوتدية هنا هتاخد رقم 1 ولا رقم 2؟ هتاخد رقم 1. اختباء السحالي في مناطق الظل. حلو، اختباء يعني حاجة بتعملها الكائن الحي او السحالي ديت، يبقى ديت على طول ايه؟ تكيف سلوكي، يبقى رقم 2. لون الفراء البنية، لون الفراء ديت مش الفراء ديت تعتبر تركيب، يبقى ديت رقم 1 تركيبي. اقدام، يبقى ديت تركيبي، يبقى رقم 1. اختباء ثعلب الفنك، اختباء يعني حاجة بيعملها، يبقى دي رقم 2 يعني سلوك. الفرو الابيض، حلو، فرو يعني حاجة موجودة في التركيب، يبقى دي رقم 1. نفخ حرباء النمر جسمها علشان تبدو مخيفة، يبقى ديت طبعا رقم 2 لان دي حاجة بتعملها مين؟ بتعملها الحرباء، تكيف سلوكي. انتقال اسماك السلمون بين المياه العذبة والمياه المالحة، ده برضو ايه؟ تكيف سلوكي، حاجة بتعملها. تمتلك بعض النباتات اشواك، حلو، اشواك ديت يعني ايه؟ تركيبي، يبقى ديت رقم 1 تركيبي. البطريق جسم مغطى بريش كثيف وطبقة سميكة من الدهون، مش الحاجات ديت تركيب في جسم البطريق؟ يبقى ديت رقم 1. السؤال السابع، اكتب المصطلح العلمي. اول حاجة، العملية التي ينبسط فيها الحجاب الحاجز ويتحرك الى اعلى. ينبسط ويتحرك الى اعلى، يبقى ديت على طول عملية الزفير. تاني حاجة، غاز ضروري لتنفس الكائنات الحية، ده الاكسجين. طالما قال لي ضروري دوت يبقى الاكسجين ما نقدرش نستغنى عنه. الجهاز الذي يقوم بهضم الطعام وامداد الجسم بالطاقة، يبقى ده الجهاز مين؟ الهضمي، يبقى ده الجهاز الهضمي. الجهاز المسؤول عن دخول وخروج الهواء، يعني الغازات على طول الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، يبقى ده الجهاز التنفسي. تغير يحدث في تركيب احد اجزاء جسم الحيوان، يبقى ده على طول مين؟ تكيف تركيبي، لانه قال لي هنا في تركيب، يبقى ده على طول تكيف ايه؟ تكيف تركيبي. سمة مميزة للكائن الحي تساعده على البقاء على قيد الحياة، ده على طول مين؟ التكيف. طالما قال لي سمة، صفة،
خاصية بتساعده ان هو يبقى على قيد الحياة، يبقى ده على طول التكيف. عامة عملية دفع الهواء داخل وخارج الجسم يبقى دي عملية التنفس. عملية التنفس هي اللي بتدفع الهواء داخل وخارج الجسم. عضو بالاسماك يستطيع استخلاص الاكسجين الزائب يبقى ديت على طول مين؟ الخياشيم اللي موجودة على جانبي رأس السمكة. رقم 9، تغير يطرأ على سلوك مجموعة من الكائنات الحية يساعد على البقاء على قيد الحياة. السلوك طبعا يبقى ده على طول التكيف السلوكي. ليه؟ علشان هنا السلوك وبيحافظ او بيساعد على البقاء على قيد الحياة، يبقى تكيف سلوكي. احدى صور التكيف اللي تساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة يبقى ده على طول مين؟ تعريف التخفي. استراتيجية يتسلل بها قرش الثور الى فرائسه، ديت استراتيجية ايه؟ طبعا التباين اللوني. ان هو ايه؟ ان هو ظهره لونه داكن انما بطنه لونها ابيض، فبيعمل ان هو اثناء النهار بيبقى مش باين بالنسبة للسمك اللي تحته لانه الشمس بتعمل انعكاس في الضوء. اما بالنسبة في الليل بيبقى طبعا الظهر بتاعه داكن، الاسماك اللي هي بتسبح فوقيه مش بتبقى شايفاه لان الدنيا بتبقى ضلمة، يبقى التباين اللوني. الكلام ده انا شرحاه بالتفصيل في الفيديو. عضو تستخدمه حرباء النمر كاليد لتمسك الاشياء بيه، طبعا ده الذيل بتاعها. الذيل بتاعها احنا قلنا ان هو وظيفته ان هي بتمسك بيه الحاجات او الكائنات اللي هي عايز تفترسها. عملية تفتت الطعام الى اجزاء صغيرة دي عملية الهضم. حيوانات يمكنها ان تعيش في الماء وعلى اليابسة دي البرمائيات. البرمائيات هي الوحيدة اللي تقدر ان هي تعيش في المية وتقدر ان هي تعيش على اليابس. السؤال الثامن، اذكر اهمية او وظيفة كل من الامعاء الغليظة. وظيفتها ايه؟ قال الامعاء الغليظة ديت وظيفتها ان هي بتمتص السوائل من الغذاء الغير مهضوم، لانه احنا الامعاء الغليظة ديت بعد ما بيتم عملية الهضم في الامعاء الدقيقة، خلاص اخر عضو بيحصل فيه الهضم، بيقوم الطعام الغير مهضوم او المتبقي اللي ما اتهضمش يروح ايه؟ منقول من الامعاء الدقيقه للامعاء الغليظه. تقوم الامعاء الغليظه بقى ايه؟ ممتصه السائل منه، وتقوم سايبه الفضلات من غير سائل وتروح نقلها لمين؟ لفتحه الشرج او الاسم، تخرج من الجسم خالص. طيب تاني حاجه المعده وظيفتها ايه؟ المعده وظيفتها ان هي بتخلط الطعام بالعصارات الهاضمه، وان هي بتنقل الطعام الى ايه؟ الى الامعاء الدقيقه. يبقى هي بتخلط الطعام بالعصارات الهاضمه اللي هي الانزيمات بتفرزها من جدران المعده نفسها، وان هي بتنقل الطعام المهضوم دوت من المعده للامعاء مين؟ الدقيقه. تالت حاجه الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز دوت اللي هي العضله الكبيره اللي بتساعد في عمليتي الشهيق والزفير. رابع حاجه الاشواك الكثيره على اوراق شجره الصند، دي طبعا بتحميها من الحيوانات اللي عايزة تاكل الأوراق بتاعتها. الجذور الطويلة في أشجار المنجروف ديت بتساعد الأشجار ديت في الصمود أو الثبات أمام الأمواج القوية اللي موجودة في المياه اللي موجودة فيها أشجار المنجروف، يبقى هي بتحمي نفسها من الأمواج القوية. السؤال التاسع، عالي لما يأتي. أذنان الثعلب الفنك طويلتان. ليه؟ طبعا هنا طويلتان علشان تساعده على برودة الجسم بتاعه وفقد الحرارة. طيب تظل شجرة الكابوك مستقيمة في التربة الطينية الرطبة في غابات الأمازون. طالما هي قال لي تربة على طول يبقى ديت هنا بسبب الجذور الداعمة اللي موجودة فيها. عشان كده الجذور الداعمة دي هي اللي بتثبتها في مين؟ بتثبتها في التربة الطينية الرطبة. جذور النخيل قوية وممتدة في التربة. ليه؟ علشان تثبت النخيل من الرياح القوية بتاعة الصحراء، وعشان تمتص اكبر قدر من الماء لانها موجودة طبعا في الصحراء. بل الجذور هي اللي بتمتص الماء والعناصر الغذائية من التربة، وهي برضو اللي بتثبت النخيل علشان طبعا لو جت اي هواء او رياح شديدة النخيل ما يطيرش، يتن ثابت في مكانه. وجود الخياشيم في الاسماك، الخياشيم ديت هي عضو التنفس في الاسماك موجودة على جانبي الرأس، عشان كده هي بتساعد على استخلاص الاكسجين المذاب في الماء، وان هي طبعا بتتخلص من ثاني اكسيد الكربون. تتميز حرباء النمر بحراشفها البراقة علشان طبعا تعمل على التخفي بين الصخور الملونة. يبقى هنا ليه هي فيها حراشيف براقة؟ علشان تتخفى بين الأوراق أو الزهور الملونة. اللعاب هام جدا في عملية الهضم لأنه يقوم بترطيب الطعام في الفم وتفتيته ليسهل بلعه. تختبئ سحالي الصحر في مناطق الظل وتنشط ليلا. طب ليه هي بتختبئ؟ علشان تحمي نفسها من الحرارة الشديدة أو من الشمس الحارقة اللي موجودة في الصحراء. تتمكن شجرة الصمت من البقاء خلال أشهر الجفاف الطويلة لأنها زين.
الماء فين؟ يا اما في الجذور بتاعتها، يا اما في الجذور بتاعتها، يا اما في الساق اللي هو الجذع بتاعها. يبقى هي يا اما بتخزن الميه في الساق يا اما الجذور، وده اللي بيخليها ان هي ما تشعرش بالجفاف خلال اشهر الجفاف الطويله. السؤال العاشر، ماذا يحدث لعضله الحجاب الحاجز في الشهيق؟ في الشهيق عضله الحجاب الحاجز بتنقبض وبتهبط لاسفل او تتحرك لاسفل للكائنات الحيه التي لا يمكنها التكيف مع ظروف بيئتها. طبعا ايه اللي هيحصل للكائنات الحيه اللي مش عارفه تتكيف؟ طبعا احنا قلنا ان هي يا اما هتختفي، ودي ليها نفس المعنى بتاع تنقرض من البيئه. يبقى يا اما هتنقرض يا اما هتنقرض يا اما هتختفي. في حالة عدم هجرة الطيور إلى المناطق الدافئة، إيه اللي هيحصل لها؟ طبعا لا تستطيع هذه الطيور القيام بعملية التكاثر وبرضه هتنقرض. يبقى نفس السبب برضه إن هي هتنقرض لأنها مش عارفة تتكيف. إذا حاول أحد الحيوانات أكل أوراق شجرة الصند، إيه اللي هيحصل له؟ أو إيه اللي هيحصل لأوراق شجرة الصند؟ طبعا هتقول إن هي هتفرز سما يجعل مذاق الأوراق سيئا وتطلق رائحة كريهة كرسالة تحذيرية لأشجار الصند الأخرى. إذا لم يمضغ الطعام جيدا، طبعا هيصعب الهضم. ما انت ما مضغتش الطعام كويس، يبقى الهضم هيصعب ولا يستفيد الجسم منه. لعضلة الحجاب الحاجز أثناء الزفير، إيه اللي هيحصل لها؟ أثناء الزفير يبقى عكس الشهيق، هتنبسط وتتحرك لأعلى. إذا تم نقل نبات من بيئته إلى بيئة أخرى لها ظروف مختلفة، طبعا لازم يتكيف حسب ظروف البيئة وإلا هيموت أو هينقرض أو هيختفي. إذا استمر الإنسان بإلقاء المخلفات في المياه التي تعيش فيها البرمائيات، إيه اللي هيحصل؟ طبعا المياه دي هتتلوث وهتموت الكائنات الحية اللي عايشة فيها اللي هي البرمائيات، لأن البرمائيات عندها حساسية شديدة من التلوث والمخلفات. إذا تم نقل الوشك المصري من بيئته الصحراوية إلى البيئة القطبية، طبعا هيتغير لونه من اللون البني إلى اللون الابيض، لان الوشك المصري دوت اللي هو القط البري لونه بني بيعيش في الصحراء، فلو انتقل الى البيئه القطبيه خلي لونه باللون الابيض بدل البني. السؤال رقم 11 ليه اسئله متنوعه في صفحه 47. اول سؤال عندي، الصوره المقابله توضح احد الاعضاء في جسم السمكه تستخدمه للتنفس. يبقى اكيد دوت مين؟ الخياشيم، لان الخياشيم هو العضو اللي موجود على جانبي راس السمكه. يمثل هذا العضو نوعا من انواع التكيف ايه؟ التركيبي، لانه تركيب في جسم مين؟ السمكة. تاني سؤال الصورة المقابلة توضح نوعا من الحشرات التي تشبه اوراق النباتات التي تقف عليها. هذا النوع من التكيف يسمى ايه؟ التخفي. هذا النوع من التكيف يعتبر تكيفا سلوكيا. ليه سلوكي؟ لان هي بتعمل الحاجة ديت، هي واقفة عليها. طيب الصورة المقابلة في رقم 3 توضح احد النباتات الذي يمتلك اشواكا حادة واوراقا صغيرة. هذا النبات يعيش فين؟ طالما هو بيمتلك اشواك حادة واوراق صغيرة، ده بيعيش فين؟ في الصحراء زي التين الشوكي كده. هذا النبات يواجه مشكلة ايه؟ عدم وجود ضوء. لا طبعا ده الصحراء ما فيهاش اشجار، ما فيش اشجار يعني ما فيش ظل، وبالتالي هنا الضوء الشمس بتبقى ضربة على طول في الارض او في النباتات، لكن هنا بسبب الشمس الحارقة بيحصل جفاف، والجفاف دوت معناه نقص الماء. الاشواك الحاده في هذا النبات تعتبر تكيفا ايه؟ تركيبيا، لان احنا قلنا هنا اشواك ودي تركيب في جسم النبات. السؤال رقم 4 الصوره المقابله السؤال رقم 4 توضح احد الحيوانات لديه اذن طويله. مين لديه اذن طويله دوت؟ ثعلب الفنج. طيب هذا الحيوان يعيش فين؟ في المناطق الحاره مش في المناطق البارده. هذا الحيوان يواجه مشكله ايه؟ انخفاض درجه الحراره؟ لا، احنا قلنا المناطق الحاره زي الصحراء بتكون درجه الحراره ايه؟ مرتفعه. تعتبر الاذان الطويله لهذا الحيوان مثالا على التكيف ايه؟ التركيبي، لان احنا قلنا هنا الاذنان من التركيب بتاع جسم الحيوان مش السلوك. السؤال الخامس انظر الى الشكلين المقابلين ثم اجب. هنا جايب لي الشكل رقم 1 الحجاب الحاجز نزل لاسفل، يبقى دوت على طول مين؟ العمليه رقم 1 ديت بتسمى عمليه الشهيق. طيب ورقم 2 الحجاب الحاجز طالع لأعلى، يبقى ديت عملية مين؟ عملية الزفير. ماذا يحدث للحجاب الحاجز في الشكل رقم 1؟ ايه اللي هيحصل له؟ هينقبض ويهبط لأسفل زي ما واضح في الصورة.
ماذا يحدث إذا أصيب الشخص في الحجاب الحاجز؟ طبعا الحجاب الحاجز مهمتها إن هي اللي بتساعد الإنسان إنه يعمل عمليتي مين؟ الشهيق والزفير. الشهيق والزفير، فمعنى إن هو أصيب فيه مش هيقدر إن هو يعمل عمليتي الشهيق والزفير ويموت. رقم 6، تعيش بعض الكلاب في بيئة حارة والبعض الآخر في بيئة باردة. أيهما يملك فراء كثيفة ولماذا؟ طبعا هنا مثلا لو أنا عندي إنسان عايش في الشتاء أو في مكان بارد، هيلبس ملابس إيه؟ هيلبس ملابس ثقيلة. الملابس الثقيلة ديت زيها زي الفرو أو الفراء الكثيف. معنى كده إنه الكلاب اللي عايشة في البيئة الباردة هي ديت اللي هتمتلك الفراء الكثيف علشان تحافظ على حرارة الجسم بتاعتها في البيئة الباردة. يبقى هنا هتقولي لماذا؟ علشان تعرف تتكيف مع البيئة الباردة وتحافظ على التدفئة بتاعة الجسم بتاعها. السؤال السابع هنا بيقولي كيف يبقى الشجر زي شجرة الكابوك الطويل مستقيما في التربة الطينية الرطبة؟ طبعا هتقولي هنا بسبب مين؟ بسبب الجذور الداعمة اللي بتدعمه وبتخليه يبقى مستقيما وطويل في التربة الطينية الرطبة. يبقى هنا هتقولي بسبب الجذور الداعمة.